السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الميني الفينو، ميني عيش فينو للاطفال. عشان نبدا نقول اول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه خدنا كوبايه ميه وحطينا فيها معلقه من الخميره ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. هنقلب الخليط كويس عشان نعمل العجينة القطنية او عجينة ال10 دقايق. كده قلبنا كويس. هنحط بقى معاهم كوباية دقيق ونقلبها ونسيبها 10 دقايق تخمر. دي كده المرحلة الاولى. العيش ده للاطفال هنعمله سندوتشات صغننه كده اهوت عشان الطفل ياخد، لو عايز تاني ياخد تاني ما يهدرش في العيش. هنسيبها 10 دقايق تخمر ونرجع لها تاني. في الوقت ده هنعمل تتبيلة الصدور. هنعمل صدور لايت كده اهوت من غير زيت من غير حاجة، هتبقى خفيفة على الاطفال. هناخد طماطمية كمان بصلاية كبيرة وطماطمية ليمونية، حبة توم ملح وفلفل بس، ما بحطلهاش اي نوع توابل. حضرتك عايزه تحطي اي نوع توابل حطي براحتك، وحبه خل عشان نتبل فيها صدور الفراخ. هتعمليهم كده في الهاند بلندر، في الكبه، في اي حاجه، بس الاحسن الخلاط. انا عملتها في الكبه صغيره بس هو الاحسن في الخلاط. كده خلاص خلصناها. يعني نعمل على قد ما نقدر، على قد ما قدرنا، بس انا بقول لك الاحسن في الخلاط. كده هنتبل بقى ايه صدور الفراخ. هنقلبهم في حاجة عشان تتبلي صدور الفراخ على الاقل حاجة ساعتين. هنحط الصدور اللي غسلتيهم بالخل بالليمون وغسلتيهم غسلة كويسة وسبتيهم يتصفوا كده. حطينا. هنقلب بقى الصدور كويس في الخلطة وهنسيبها في التلاجة لغاية لما يخلص العيش خالص. كده تبلناهم كويس، قلبنا كله عشان يتغلغل الصوص في كل الفراخ. هنغطيها ونحطها في التلاجة. هنرجع للعيش. كده العيش خمر، بصوا الخميرة عملت ازاي كده، ما شاء الله خمر. هنكمل بقى نحط ربع كوباية زيت، كمان حبة ملح. هنقلب الخليط كويس وبعدين نعجن العجينة عجنة محترمة. عندك عجان حطيها في العجان، ما عندكيش عجان اعجنيها كويس جدا جدا جدا. انا عجنتها على رخامة بس للأسف ما بانش كتير من اللي انا عملته، بس عجنتها كتير جدا على الرخامة. هتزودي بقى الدقيق حبة حبة. كوباية المية خدت 3 كوبايات دقيق، يعني تقريبا كانوا 350 جرام من الدقيق، عملوا 19 ميني فينو. بس طلع حلو خالص. كده عجنتهم كويس. هتعجني فيها حبة حلوة حبة كتير، عشان خاطر اهم حاجة في العجينة انك انت تعجنيها كتير. ياريت لو عندك خلاط كهربائي يبقى جميل خالص، عجان كهربائي يبقى جميل خالص. ما عندكيش عجنيها كده حبة كتير زي ما انا ما عملتها. بصي عجنتها حبة ياما، فصلت الكاميرا مش عارفة ليه. هتقطعيها بقى. انا قطعتها 30 جرام تقريبا.
قطعيها بقى زي ما انت عايزاها اكبر شويه اصغر شويه، بس اللي انا عملته عمل لي 19 رغيف بالشكل اللي حضرتك هتشوفيه دلوقتي. كده عاملين قد الليمونيه الكبيره شويه. هتجيبي صاج وتدهنيه بالزيت عشان ما يلزقش فيه. هتبططي العيش كده اهوت. بصوا صراحة ربنا انا في الاول بططت وعملت اللي انتوا شايفينه ده، بس بعد كده كنت بقى متأخرة وعايزة اخلص، فبقيت ابرم على طول العيش، ما بقيتش افرده واعمل العملة دي، ولقيت نفس النتيجة. يعني احنا بنتعب نفسنا على الفاضي ليه؟ هو طلعت نفس النتيجة بالظبط. العيش ده طلع هو نفس العيش ده. يعني انا هنا فتحت وبعدين قفلت وبرمت ومش عارفه ايه والكلام ده، لا انا خدت بعد كده بعد ما قفلت الكاميرا قلت اجربها وجربته وطلع حلو خالص، طلع نفس النتيجه يعني. في الوقت ده انا مولعه الفرن شويه عشان يسخن، عشان احط فيه العيش عشان يخمر بسرعه. طبعا احنا ما خمرناهوش، احنا خمرنا 10 دقايق العجنه الاولانيه بس. كده اهو طلع لي العيش ده كده اهوت، مستنيه هيخمر ان شاء الله، وبعدين احطه في الفرن على طول. بصوا خمر ازاي بقى حلو. وكده لما خبزته ما دهنتش وشه اي حاجه، سيبته يستوى كده مع نفسه وشكله حلو مش وحش وطري وجميل. هحطه على بعضه واسيبه يهدى كده اهوت او يبرد لغايه لما اعمل الفراخ. فتحت لكم واحد ووريته لكم، قسمت النص، ودلوقتي هفتح لكم بالسكينه وتشوفوه. كده حطيته على بعضه، هغطيه واسيبه شويه عبال ما اخلص الفراخ. غطيته شويه وشلته بعد كده. كده بعد شويه هحط في الطبق عبال ما اخلص الفراخ واجي احشيه. الفراخ زي ما قلت لكم مش هعملها بالفيجيتار ولا هقليها في الزيت، انا هعملها حاجه كده خفيفه لايت، يعني يا دوبك حاجه خفيفه خالص، مسح الزيت وهنكملها على طول. بصوا العيش لما فتحته، بصوا العيش جاي جميل خالص. رغيف تاني اهو، عيش حلو خمران وزي الفل. زي ما قلت لكم انا عاملاه للاطفال الصغيره ده، وممكن كمان تعملوا كبار عادي، بس يعني ده انا عاملاه عيش صغير. هنا هنحط لحظة زيت كده اهوت في الطاسة وهنعمل فيها الفراخ. يا دوبك الفراخ شلت منها التتبيلة بتاعتها وحطيتها في الطاسة بالشكل ده. تنزل على نار عالية، توطي عليها النار شوية نص كده وتسيبيها عشان تستوي الفراخ كويس. اول ما الفراخ تاخد لون من تحت هقلبها على طول. ممكن لو حاطه الملح شويه دلوقتي ترش عليها ملح فلفل. خلصت الفراخ ودلوقتي بحشيها. انا حشيت السندوتشات دي، حشيتها فراخ وحشيتها جبنه بيضه وجبنه تركي. اللي عايز ياكل ده ياكل واللي عايز ياكل ده ياكل. ممكن تحشيها اي حاجه تعجبك.
كده حطيتهم في علبة عشان لما اخدهم معايا ما يتبهدلوش في الكيسة. العلبة احلى والعيش ما يتبهدلش وياكلوا منه العيال ويبقى زي الفل. كده خلصنا الفيديو. ياريت لو عجبك تعملي لايك وشير واشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.